هنشوف بعد كده الكونسيكونس اوف سيل انجري. الكونسيكونس اوف سيل انجري ده مصطلح كبير. احنا اتكلمنا على كذا نقطه فيه. اول حاجه احنا قلنا ان هو ممكن يبقى reversible او ممكن يبقى irreversible. تمام. طيب الirreversible دهوت ممكن يعمل ايبوبتوزيس، ممكن يعمل نيكروزس. ماشي. والريفرسبل عشان الناس ما تلخبطش، الريفرسبل ده ممكن يعمل سيلولار ادابشن زي ما احنا قلنا بقى ايه، هايبرتروفي، هايبربليجيا، اتروفي، وهكذا. والريفرسبل دهوت العمليه اللي في النص دي يا دكاتره، الحته اللي في النص ديت هي مرحله ايه؟ خلايا غير نافعه. خلايا غير نافعه. ماشي. فعشان كده انا وصلت لمرحله الايبوبتوسيس او مرحله اللي هو مرحله النيكروزس. ماشي. طيب حاجه كلمه ايبوبتوسيس يعني، ايبوبتوسيس دي يعني بروجرام سيل ديس، يعني انا عايز اموت الخلايا نفسي. بروجرام سيل ديس. طب بروجرام سيل ديس ده ليه بقى؟ لان في حاجه انا مش قادر عليها. يعني ايه مش قادر عليها؟ خليني اقول لك بشكل ثاني. الخلايا دي ما عادش ليها لازمه عندي في الجسم. خليه ما عادش ليها لازمه عندي في الجسم. تمام. فكلمه بروجرام سيل ديس، خلاص انا عايز اشيل الخلايا دي، عايز اخلص من الخلايا دي، عايز اخلص من الخلايا دي. طب هي الخلايا ما عادش ليها لازمه ليه؟ عشان الخلايا ديت اصلا فقدت الوظيفه بتاعتها، كبرت في السن. فور اكزامبل، بعيد عن اي باثولوجي خالص، هو كبرت في السن فانا لازم اخلص منها. تمام. مش بس كده، ممكن الخلايا دي تكون خلايا انفكتد ببكتيريا او بفيروس، فخلاص البكتيريا والفيروس خلصوا على كل حاجه فيها فموتها لي. تمام. مش بس كده، ممكن تكون اتعرضت لكيميكال. ماشي. مش بس كده، ده ممكن تكون تيومر سيلز، يعني ممكن يكون تيومر سيلز. فكلمه ايبوبتوزيس ده بروجرام سيل ديس الجسم بيقوم بيه. تمام. طب هو الجسم هيعمل ايه؟ يعني سريعا كده اهو، حضرتك دي خليه اهي، والجسم عنده فيصلات. الفيصلات ده هي فيها ميه نار. الفيصلات دي قد تكون جوه الخليه نفسها او بره الخليه. فهيقوم يعمل ايه؟ هيقوم يجي يخلي الحويصلات دي تنفجر وتطلع الانزيمات اللي بتعمل تآكل في الخليه فتكسرها. تمام. ده كده يعني ايه؟ زي ما انا بقول كده ايه، ميكانيك ديفينيشن، تعريف الميكانيكي. تمام. احنا عايزين بقى ناخد الكلام ده بشكل علمي. اللي برضه بشكل علمي، خلينا كده واحنا قاعدين مع بعض بندردش. انا عايز اموت الخليه. آه، ربنا من خلق الخلايا خلق الميكانيزم اللي هيخلي الجسم يعرف يتخلص من الخليه لو الخليه ديت بقت كانسر او بقت خليه نون فانكشنال، ما بتعملش وظيفه. تمام. يعني من ساعه ما اتولدت او من ساعه ما الخليه اتولدت وهي اصلا فيها سيلولار ريسبتور، لو انت دوست عليها كده آه هتموت او هيبدا عمليه الموت بتاعها. عارفين انتوا الشنطه بتاعت الرئيس الامريكي بتاعت السلاح النووي، اضغط على الزرار كده، الكوميكس الكتير اللي اتعمل على الموضوع ده، اضغط على الزرار كده خلاص. هو ده نفس الفكره. هو ده الزرار الاحمر بتاع السلاح. يعني كل خليه فيها ريسبتورز، زي ما فيها ريسبتورز لهرمونات وانزيمات وكيميكالز، برضه فيها بس سيل او سيل ديس ريسبتور. تمام. فاللي انا هعمله سواء في الانترنسيك باسواي او في الاكسترنسيك باسواي، ان انا هجمع المواد اللي هتروح تمسك في الريسبتور اللي هتؤدي لموت الخليه. خليني بس احط لك كده. يبقى انا في ايا كان نوع السيل ديس اللي انا هعمله، انا عندي اول حاجه هجيب خلينا نقول ايه،
السبستانس اللي هتشتغل على الريسبتور اللي هتؤدي للسيل ديس في كل الباسواي، سواء كان اكسترينسيك باسواي او انترنسيك باسواي. تمام. عايزكم كلكم اسامي صاغيه ركزوا معايا في الحته دي، واحنا هناخدها حرفيا كلمه كلمه عشان نفهم. طب انا عشان خليني امسح بس الحاجات دي كده. عشان اموت اعمل البروجرام سيل ديس دوت الدكاتره، هيبقى عندي طريقين. الطريق الاولاني هو الانترنسيك ميتوكوندريال باسواي، والطريق الثاني هو الاكسترنسيك برضه ديس ريسبتور باسواي. وعندي كمان طريق ثالث اللي هو البرفرين او الجرانزيم بي باسواي. يبقى دول الثلاث طرق اللي انا هموت بيهم الخليه. ثلاث طرق اللي انا هموت بيهم الخليه. طب انا هقول الكلام معاكم دوت واشرحه لكم على على الرسم عشان تفهموه. اول طريقه عندي اللي هو الانترنسيك باسواي also known as mitochondrial pathway، وده one of the mechanism اللي من خلالها السيل بتعمل initiation لاوبتوزس. الباسواي ده is activated in response to various cellular stressors such as DNA damage. ده بقى بدايه المعلومات اللي انا عايز احركها. اول حاجه الدي ان ايه حصل له دامج، فدي كده بروجرام سيل بس اوكسيديتيف ستريس ما عادش قادر عليه. بروجرام جروس فاكتور ديبريفيشن، يعني في خلايا في الجسم هي under continuous stimulation by the growth hormone or growth factor. بلاش كلمه growth hormone لان احنا عندنا growth factors كتير في الجسم. لو الجروث فاكتور ده مش موجود فالخلايا دي يحصل فيها بروجرام سيل ديس. تمام. طيب الانترنسيك باسوي ده هيشمل ايه؟ هيشمل بعض المواد اللي هتشتغل كستيموليتور للريسبتور عشان تطلع برو هيبوبتوتيك بروتينز from the mitochondria into the cytoplasm. ومن هنا جاءت تسميته انترنسيك ميتوكوندريال باسواي. هو انترنسيك ليه؟ انترنسيك جوه الخليه. هي الميتوكوندريا دي فين؟ جوه الخليه. وميتوكوندريا ليه؟ لان انا كل اللي انا هعمله هيؤدي في النهايه لان انا افعل الميتوكوندريا، يعني اروح اطلع من الميتوكوندريا انزيمات تدمر الخليه. ماشي؟ تعالوا ناخدها خطوه خطوه بقى. نرسم رسمه لطيفه كده الخليه كده ونشوف هنطبق عليها بقى. اول حاجه عندي الانيشيشن سيلولار ستريسر ستريس سيجنالز، زي ما احنا قلنا الدي ان اي دامج. ماشي؟ او اوكسيديف ستريس بيعمل اكتيفيشن للبرو ايبوبتوتيك بروتين. من ضمن هذه الاسماء اللي انت محتاج تعرفها كاسماء البي سي ال 2 اسوشيتد اكس بروتين، احنا بنقول عليه الباكس. ماشي؟ البي سي ال 2 انتاجونست كيلر الباك. ماشي؟ يبقى انا دي ان ايه هكتبها اهوت دي ان ايه دامج، دي ان ايه دامج عمل اكتيفيشن ل باكس وباك. تمام. و this protein are normally kept in check by anti-apoptotic protein. يعني هي الحاجات دي كده كده موجوده في الخليه. سواء كده هنعرف ان في حاجه اسمها انتي ايبوبتوتيك بروتين زي ايه؟ زي البي سيل ليمفوما. ركز بقى معايا، ركز معايا. البي سيل ليمفوما 2، البي سي ال 2. ماشي؟ and B cell lymphoma extra large BCL XL. واخد بالك معايا عشان ما تركز معايا. البي سي ال 2 اسوشيتد اكس بروتين ده برو ايبيبتوتيك بروتين. البي سي ال 2 فقط ده انتي ايبيبتوتيك بروتين. ماشي؟ انتي ايبيبتوتيك بروتين. طب البي سي ال اكس لارج بسيط اهوت ده انتي ايبيبتوتيك بروتين. طب في الطبيعي في بالانس. الحته دي والله ما هتفهمها من اي حته لو ما فهمتهاش معايا هنا. في الطبيعي في بالانس من الدومينانت البي سي ال 2 دومينانت على الباكس. ماشي؟ والبي سي ال 2 اكسترا لارج دومينانت على الباكس. دول انتي ايبوبتوتيك بروتين. However, under stress condition like this balance shift toward the activation of the pro-apoptotic protein.
خلاص في يبقى انا وصلت في النهايه يا دكاتره الخطوه الاولانيه ان دامج طلعت باكس وباك. تمام. طيب نيجي بعد كده الميتوكوندريال اوتر ممبرين بيرميا بيلايزيشن سوري. تمام. يعني الانتجريتي على فكره انا قلت الحته دي وانا بشرح من شويه. خليني اجيب دي كانها سوري سكند. اجيب دي كده كانها الميتوكوندريا. البرميابيليتي بتاعت الممبرين ده هي بدات تبقى بعافيه شويه. ماشي. اكتيفيتد باكس وباك بروتين oligomerize and form pores in the outer mitochondrial membrane. يعني حضرتك الباك والباكس ده هم هيروحوا يعملوا لي بورز هنا اهو في الميتوكوندريال ممبرين. ممتاز جدا حلو قوي. leading to the release of the pro-apoptotic ده intermembrane space into the cytoplasm. يعني حضرتك بدأ يطلع من الميتوكوندريا من البورز دهيت شويه برو ايبوبتوتيك بروتين من الانتر ممبرين سبيس بتاع الميتوكوندريا للسيتوبلازم. طيب this process is known as mitochondrial outer membrane اللي هي ام او ام بي عشان ما نتلخبطش. ام او ام بي خلاص بقى بيرمياليزيشن. تمام. بدأ يطلع البرو ايبوبتوتيك بروتين. حلو جدا. طب هي ايه البرو ايبوبتوتيك بروتين اللي هتطلع عندي دي؟ طلع عندي ريليز اوف سيتوكروم سي. سمعنا عنه قبل كده على فكره في اللي هو الاوكسيديتيف فوسفوريليشن يعني، بس دي حاجه ثانيه. طيب ريليز اوف سيتوكروم سي one of the key برو ايبوبتوتيك. خلي بالك انا لحد الان بقول ايه برو ايبوبتوتيك بروتين ريليز فروم ذا ميتوكوندريا. cytochrome C interact with apoptotic protease activating factor. ركز بقى معايا. يبقى انا طلعت السيتوكروم سي دوت هيروح يتفاعل مع الاي باف 1 او الايبوبتوتيك بروتياز اكتيفيتنج فاكتور 1 and ATP GATP forming the ايبوبتوزوم كومبلكس. يعني بكل بساطه سيتوكروم سي جوه بقى خلاص السيتوبلازم انا دول موجودين عندي فين؟ ده هم اللي هو الاي باف 1 موجود في السيتوبلازم. تمام. والاي تي بي دي اي تي بي دوت موجود في السيتوبلازم. السيتوكروم سي هيطلع يتفاعل مع دول كده ويعمل لك المكنه، يعمل لك الكومبلكس اللي هيهضم الخليه. الخطوه اللي بعد كده الايبوبتوزوم فورميشن. يقول لك the ايبوبتوزوم كومبلكس ريكروت اند اكتيفيت بروكاسبيز 9. بروكاسبيز 9 خلي بالك هو لحد الان ده اهو برو. ماشي. بروكاسبيز زيموجين يعني انكتيف انزيم. بروكاسبيز 9 اندرجو اوتو كاتاليتيك كليفج فيتحول للاكتيف فورم بتاعته اللي هو الكاسبيز 9. ماشي. طيب الاكتيف كاسبيز 9 زين كليف اند اكتيفيت داون ستريم افكتور كاسبيز ساتش از اخواته بقى كاسبيز 3 و7. طب دول بيعملوا ايه؟ ده اكسكيوشن هيدمروا خليه، هينفذوا العمليه ايبوبتوتيك program by cleaving various cellular substrate leading to characteristic morphological and biochemical changes. ركزوا بقى معايا كده. احنا مشينا خطوه خطوه اقولها لكم انا اسمعها لكم، يعني اقولها لكم بقى وانا عايز الناس تسمعها معايا تبقى خلاص طلعت من الحته دي عرفت. واحد دي ان ايه اهو. خليني اكتبها وانا بسمع. دي ان ايه دامج هيعمل ستيموليشن للباكس والباك. تمام. هيروح يعمل بورز في الميتوكوندريال ممبرين هيطلع منها السيتو روم سي. ماشي.
السيتوكروم سي ده يا دكاتره هيروح يتحد مع شويه اللي هو احنا بنقول عليها البرو الاي باف، الاي باف 1 والاي تي بي دي اي تي بي في السيتوبلازم، فيعمل حاجه اسمها ايبوبتوزوم، ايبوبتوزوم كومبلكس. فالايبوبتوزوم كومبلكس دوت يا دكاتره هيروح يفعل اللي هو احنا بنقول عليه ايه، اللي هو الكاسبيز 9، اللي هو هيبقى زايموشين في الاول، فيبقى كاسبيز 9. ماشي، الكاسبيز 9 ده اصلا يعتبر المرحله اللي قبل النهايه. الكاسبيز 9 ده اما يتفعل عن طريق ان هو الحته اللي مش فعاله فيه تتاكل، يروح يتفعل اخواته بقى اللي هم عندك 3 و7، وبعد كده يقوموا بدور الخليه. مش هتفهموها من اي حته ثانيه خالص لو انت ما فهمتهاش النهارده. عايز الناس بقى كلها كده ايه، تديني الاوكي في الشات. مش هتفهموها من حته ثانيه خالص، خلاص يعني القول الوحيده مش هتفهموها، هتقعدوا تدوروا على اليوتيوب وتقعدوا تسمعوا اي حاجه مش هتفهموها، هو انت هتفهمها بس من هنا. فالناس اللي موجوده كده كلها، ويا ريت حد يتطوع ويسمعها لي، يعني يا ريت حد يتطوع كده يقول لي الخطوات. مم. من الحاجات اللي بتسال في الامتحان على فكره، والناس ما بتعرفش تجاوب فيها، ودايما بتتسال سؤال الريسيرش، ريسيرش لاب، دايما يتسال سؤال ريسيرش لاب، الناس بقى بتبقى بتبلم كده بتشوف سؤال زي ده. عين سؤال زي ده والله يعني أنا من الحاجات اللي حرام تخسرها في الامتحان يعني. الناس فهمت. حد عايز يفتح المايك بتاعه كده ويعني يشرح قلبي. اللي عايز يفتح المايك كده ويقول لي الخطوات. طب الناس طيب فاهمه الامور كلها؟ الناس كلها كده تديني اوكي في الشات يلا. طيب نكمل. بسم الله. ده بالنسبه لايه ده بالنسبه للانترنسك ميتوكوندريال باسوي. الانترنسك ميتوكوندريال باسوي يبقى دي ان ايه باكس باك، وبعد كده سيتوكروم سي، وبعد كده عملت بريفريشن في السيلولار ممبرين، في الميتوكوندريال ممبرين، وبعد كده طلعت ايه اللي هو الكاسبيزس يا دكاتره، اللي هتبدا تعمل ايه، تاكل في الخليه. زي ما انا قلت بقى هتعمل ايه كليفج السيلولار كومبوننت عندي، ف leading to characteristic morphological and biochemical changes اللي هتؤدي للإيموتوز في النهايه. ممتاز جدا. طب تعالوا نتكلم على الاكسترنسيك ديسل ريسبتور باسواي. هنا بقى هنا هو ده الزرار يعني اكتبوا جنبه كده زرار القنبله النوويه. هو ده لما يضغط عليه هيؤدي لي ان يبدا يحصل ايه، الاكتيفيشن بتاع السيل ديس، يعني الاكتيفيشن بتاع السيل ديس. طيب الاكسترنسيك ديس ريسبتور باس واي عندي برضو ليه اسم اخر اسمه ديس ريسبتور باس واي. ده نجر ميجور ميكانيزم فور يعني initiation of apoptosis. ماشي. وبرضه بيحصل نتيجه ايه؟ برضه دي ان ايه ممكن يحصل فيه دامج. معلش انا كده قلت لي دي واحده كده الباب بس بيخبط.
الكتاب سمح لكم. ممتاز جدا. طيب نرجع تاني الديس ريسبتور باسواي. برضه نفس الفكره في اللي حصلت او الاسباب اللي ادت لحدوث الديس او الابوبتوزس في الانترنسك باسواي، نفس الاسباب اللي هنا برضه. يعني مثلا زي ما انا قلت ايه، الدي ان اي دامج، خلاص حصل دي ان اي دامج، او خلاص انا عايز اموت الخلايا دي ايا كان السبب، فهفعل الاكسترنسك باسواي. في بعض الخلايا برضو ده بتعتمد على الخلايا، نوع الخليه ايه، ينفع معاها الانترنسك، وفي بعض الخلايا ينفع معاها الاكسترنسك باسواي. تمام. طيب نفس الفكره برضو عندي هنا الانيشيشن هيحصل نتيجه ايه؟ يقول لك triggered by binding of a specific extracellular ligand to this receptor such as الفاست receptor. تمام. تيومر نيكروزيس فاكتور ريسبتور 1. يعني انا عندي سيجنال بان في دي ان اي دامج في الخلايا، او في تيومر انفكتد سيل، او بكتيريا او فيروس انفكتد سيل في الخلايا دي. فانا هبدا ابعت مفتاح، هبدا ابعت ترجمه ترجمه حرفيه، ابعت سبستانس تمسك في الفاس ريسبتور، او التي ان اف ار 1 ريسبتور، او تيومر نيكروزيس فاكتور ريليتد ايبوبتوزيس انكلودينج لايجند ريسبتور 1. بنقول عليه تريل ار 1، تريل ار 1 ريسبتور، او تريل ار 2 ريسبتور. دي كلها ديس ريسبتور موجوده على سطح الخليه، دي كلها ديس ريسبتور موجود على سطح الخليه. ماشي. والمواد اللي بتمسك اصلا في الديس ريسبتور ديت اصلا هي باسمائها، يعني انت مش محتاج تحفظ، هي المواد اللي هتمسك في الريسبتور هي باسمائها يعني. طب خلاص هي مسكت هنا، يعني ركز معايا برضو. اما تمسك في الريسبتور ده هينديوس trimerization of the receptor and recruitment of adaptor protein. يعني لما امسك في الريسبتور هبدا استقطب adaptor protein زي ايه؟ الفاس associated dis sorry الفاس associated dis domain protein الفاج، or fast receptor or TNF receptor associated dis protein التراج. هي اسماء كبيره بس يعني الموضوع بسيط، يعني هي كلها ريسبتور يعني. اور مثلا 14 اف ريسبتور 1. طب this adaptor protein facilitates the assembly of multiple protein complex called this inducing signaling complex. بالراحه بقى كده. واحد، عندي ديس ريسبتور على سطح الخليه، الديس ريسبتور دي هتتمثل في ايه؟ التي ان اف ار 1 ريسبتور، الفاس ريسبتور، التريل ار 1 او التريل ار 2 ريسبتور. تمام. انا جبت لايجند مسك في الريسبتور دي، ما مسك في الريسبتور دي الاثنين مع بعض عملوا حاجه اسمها سيجنالينج كومبلكس. السيجنالينج كومبلكس ده وظيفته ان هو يجيب حاجه اسمها الريسبتور بروتين. الريسبتور بروتين دي لا اما تبقى عندي فاد راد، او اللي هو اللي هو المالتي بروتين كومبلكس، اللي هو الديس انديوس سيجنال كومبلكس او الديسك. تمام. الشويه اللي انتوا شغال تحفظها، تحتاج بس تفهم. يبقى انا الخطوه الاولانيه الريسبتور مسك، الخطوه الثانيه ابدا اجمع الكومبلكس. طيب ركز بقى معايا، انا من بعد الخطوه الثانيه نفس فكره اللي حصل في الانترنسك باسواي، اكتيفيشن اوف بروكا سبيس 8، اكتيفيشن اوف بروكا سبيس 8. تمام. يبقى ده ايه عندي الخطوه رقم 3. within the disk glucose base 8 molecule are brought into close proximity promoting their autocatalytic cleavage. يعني احنا قلنا بروكاس بيز هيتحول لكاسبيز يعني 8. تمام. also known as initiator caspase. طيب cleavage of effector caspase، ركز معايا. يعني الكاسبيز 8 دهوت هيروح بقى يكمل نفس اللي عمله كاسبيز 9، هات لي بقى كاسبيز 3 وكاسبيز 7، وبعد كده اكسكيوشن اوف ذا ايبوبتوزيس، نفذ بقى عمليه الايبوبتوزيس. الموضوع والله سهل خالص، الموضوع فيه كلام معقد كتير بس الموضوع سهل. فاهمني؟ خليه
الخليه دهيت عليها ديس ريسبتور، رحت مسكت في الديس ريسبتور، عملت الديس ريسبتور كومبلكس. الديس ريسبتور كومبلكس ده بدا يفعل البرو ايبوبتوتيك، بدا يعمل برو ايبوبتوتيك كومبلكس. البرو ايبوبتوتيك كومبلكس دوت في هنا فعل البروكاس بيز 8 وعمل له اكتيفيشن، فبقى كاسبيز 8. الكاسبيز 8 هيروح يعمل اكتيفيشن للكاسبيز 3 وكاسبيز 7 اللي هيعملوا له العمليه. تمام. يعني انا دكاتره من الحته ده هو نفس الاثنين في الباسوي، مع الاختلاف ان في الانترنسك باسوي كان عندي سيتوكروم سي، وفي الاكسترنسك باسوي كان عندي ديس ريسبتور. ماشي. طب اللي هيحصل بعد كده خلاص، يحصل بقى فراجمنتيشن للدي ان ايه، كسر الخليه وهكذا. ماشي. المفروض ده يكون مفهوم، انا يعني بذلت فيه مجهود ضخم عشان الناس تفهمه. ده من الحاجات المهمه الصراحه للغايه. طيب اخر باسوي عندي هو البورفرين والجرانزايم باسوي. سهل جدا بقى الصراحه. يا عم عندك دلوقتي خليه اهي، بكل بساطه خليه اهي عايز تموتها، هات لها يا سيدي حد من الارمي، حد من الجيش بتاع الجسم، هات لها سايتوتوكسيك تي سيل او هات لها ناتشرال كير سيلز، الزقها فيها. واحنا عارفين اصلا ان السايتوتوكسيك تي سيلز او الناتشرال كير سيلز جواها بروتيوليتيك انزيمز. فاعمل تشانل ما بين السايتوتوكسيك تي سيلز والخلايا اللي انت عايز تعملها بروجرام سيل ديس، وعدي البروتيوليتيك انزيمز يدمروا هذه الخليه. تمام. فاول حاجه عندي في البورفرينز والجرانزيم بي باسوي ان انا يحصل عندي ريجنيشن اوف ذا تارجت سيلز. هات لي بقى السايتوتوكسيك تي سيلز والناتشرال كير سيلز، ابعتها لي. فورميشن اوف immunological سناب، اللي هي الوصله ما بين الخلايا المناعيه والخلايا اللي محتاج تموتها. وبعد كده بعد ما يعني اعمل الاميونولوجيكال سناب ديت، ريليز اوف سايتوتوكسيك جرانيولز، سوري، ريليز اوف سايتوتوكسيك جرانيولز من التي سيلز للخلايا اللي عايزه تموت. وبعد كده عندي اندكشن اوف ايبوبتوزيس. ما هو بعد ما انت تدخل السايتوكسيك جرانيولز جوه الخلايا اللي محتاجه تموت، خلاص الخلايا هتموت. تمام. في رسمه حلوه جدا جايبها لك، معلش يا دكاتره فاح صوتي اقفله. رسمه حلوه كده جايبها لكم هنا، هي فيها كل الباسويز يعني. أنا عندي هنا اهوت، انا عندي ده كده انا عايز اوصل للسنتر ده، انا عايز اوصل للسنتر ده الاكسكيوشنر كاسبيزس، لان الكاسبيز هي اللي هتدمر. فانا عندي اول حاجه، لا اما اخد الطريق الاولاني واحد انترنسيك باسوي، لا اما اخد الطريق الثاني من الاكسترنسيك باسوي. لان في طريق عندي اخر وهو الطريق الثالث بتاع البرفرينز او السايتوتوكسيك تي سيل. طب الانترنسيك باسوي زي ما احنا قلنا، دي ان ايه دامج. الرسمه دي لطيفه، كل الكلام اللي انا قلته متلخص هنا. دي ان ايه دامج، راديشن، رياكتيف اوكسجين سبيشيز، توكسينز، ميس فولدد بروتين، هايبوكسيا، كل ده ادى لايه؟ خلي بالك في حته كده احنا عديناها على استحياء، اللي هي اكتيفيشن اوف بي 53 اكتيفيشن. تمام. بس دي مش مهمه بالنسبه لنا هنا. باكس وباك، والباكس وباك راحوا عملوا بورز في الميتوكوندريا، طلعوا سيتوكروم سي اللي هيشتغل على الكاسبيسس، والكاسبيس هتعمل الاكشن. تمام. يبقى ده هو كده اهو الانترنسيك باسوي. تمام. حلو جدا. طب الاكسترنسيك باسوي، دي السيل ريسبتور اهو، فاس تي ان اف وفاس ريسبتورز. ماشي. وجوه هنا دول عملوا كومبلكسات بقى، تراد وفاد والتريل ار 1 تريل ار 2 بتاعت الريسبتورز ديت. وبرضه هيروحوا يفعلوا الكاسبيزس. ماشي. يبقى ده كده عندي ايه الاكسترنسيك سوري ريسبتور باسوي. وعندي الطريق الثالث عندي هو اللي هو السيتوتوكسيك تي سيل باسوي. خلي بالك برضو الفاس ريسبتور هنا شغال معايا في السيتوتوكسيك باسوي. ركز معايا هنا كده اهو، دي الجرانيولز اللي انا بتكلم عنها اللي فيها بروتيوليتيك انزيمز. يبدا يحصل لها ريليز وتدخل من هنا من السيتوتوكسيك تي سيلز، تروح للخلايا اللي محتاجه تموت، فتبدا تعمل بقى ايه؟ بورفرين وجرانزايم
الجرانزيم في حد ذاته يا دكاتره هيفعل الكاسبيسس ويديني نفس الايفكت بتاع الانترنسيك والاكسترنسيك باسواي. البورفرينز هتعمل اكشن اصلا، تعمل بقى فراجمنتيشن اصلا للدي ان ايه، وتعمل فراجمنتيشن للخلايا، وتعمل بورس في كل حته في الخليه. فانا هبدا برضه هبقى في النهايه وصلت لايه؟ ان انا فعلت الكاسبيس ودمرت الخليه. ثانيه واحده. سوري. الطريق الثالث عندي هو اللي هو السايتوكسيك باسواي. كل الطرق تؤدي الى روما. انا في النهايه فعلت كاسبيزس وكسرت الخليه، في النهايه فعلت كاسبيزس وكسرت الخليه. طب انا عايز اللي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ اللي بعد كده بقى عندي شويه سيلولار ديبرس كده، في شويه حاجات متبقيين من الخليه، من تكسير الخليه. عايز اخلص منهم، اللي هم ده. مين اللي هيخلص منهم حضرتك؟ يجي بقى الماكروفيج ياكل ويهضم ويكسر ويطلع لك شويه رمل صغير. تمام. دي اصعب حته في الشغل. دي اصعب حته في الشغل. اصعب حته في الشابتر، اصعب حته في الشابتر اتفهمت. حرفيا كل الحاجات اللي بقى كلها مش شابتر، حاجات كلها بسيطه خالص يعني. حد عايز يناقشني كده في الثلاثه دول، حد يديني اختصار كده، يديني ملخص للثلاثه باسويز دول: انترنسيك، اكسترنسيك، و تي سيل ريسبتور. الناس اللي بتسمع ريكورد يا ريت تكتبوا في الكومنتات تحت الفيديو. مم. دكتور آية. طيب الامور مفهومه؟ بس حاطين الاوكي في الشات كده. ما تقلقوش، انا مش هثقل عليكم النهارده. انا عارف ان هو المحتوى تقيل يعني، بس خلونا ناخد يعني نبروز كده شويه كمان يعني. مش هثقل عليكم كتير يعني. آه، سامعني؟ سامعني يا دكاتره؟ الصوت واصل لكم؟ الجزء اللي فات اتفهم؟ طيب ممتاز. طيب عندي بعد كده النيكروزس بقى. هو النيكروزس نفس فكره الايبوبتوزس، بس الجسم لحد ما ملوش كنترول عليه يعني. يعني الممبرين هيحصل له دامج، وهيبقى نفس فكره بالظبط يعني نفس فكره يعني الايبوبتوزس بالظبط. ويحصل ديجراديشن للسيلز، ودي ناتوريشن للامينو اسيدز اللي موجوده والبروتينز البروتينات اللي موجوده. فبالتالي الخلايا تبدا تموت. تمام. يعني الخلايا تبدا تموت. بس ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا زي ما قلت الجسم معلوش كنترول شويه. يعني مثلا في حاله الاوبتوسيس الجسم هو اللي عامل الحاجه دي، فبالتالي هيبدا يعرف يبداها ويعرف ينهيها من غير ما يأذي الخلايا قوي، او من غير ما يعمل some sort of inflammation قوي. لكن في حاله الابوبتوزيس سواء في حاله النيكروزيس لا، ممكن يحصل له انفلاميشن. طب السبب هنا ايه؟ السبب ان هي ده مش الجسم اللي عمل لها انيشيشن، هي حصلت باثولوجي، ده باثولوجي. ممكن يحصل انفلامات رياكشن، والانفلامات رياكشن ذات نفسه اصلا دكاتره جزء من الباثولوجي بتاع الديزيز ذات نفسه يعني. طيب عندي انواع مختلفه من النيكروزس، اكل الخليه. الانواع المختلفه ديت آه، سبب اختلافها نوع المكان اللي بيحصل فيها النيكروزس. سبب اختلاف نوع المكان اللي بيحصل فيها النيكروز. طب السبب بتاعها اصلا، السبب بتاع حدوث النيكروز ذات نفسه ممكن يكون واحد. يعني ممكن يكون اسكيميا من الحاجات المشهوره، اللوس اوف اوكسجين او لوس اوف بلاد سبلاي،
ممكن يكون زي ما احنا قلنا فيزيكال انجري، زي ما احنا قلنا بقى اسباب السيل انجري بشكل عام يعني. كل الانواع دي او كل اسباب السيل انجري ممكن تحصل في اي تيشو، بس اللي هيخلي نوع النيكروز مختلف هو اختلاف نوع التيشو. فعندي اول حاجه كواجلاتيف نيكروزس، ده سين في الاسكيميا والانفراكت، وده ممكن يحصل في اي حته. ماشي. وزي ما احنا قلنا بسبب ان هو اسكيميا وانجي، ده الانزيمز بتعمل ديناتريشن وبلوك البروتيو نايسس يعني او البروتيوليسيس هتدخل. طب انا هشوف ايه؟ ده بقى مهم جدا في الكواجلاتيف. انت متحنط زي ما احنا بنقول كده يعني، يقول لك preserved cellular architecture. ماشي. make cell outline visible. يعني انا لما هاجي ابص على، خلي بالك لما اجي ابص على الخليه انا مش محنطه. طب هو فين الانجري هنا يا عم الحاج بقى؟ يعني انت بتقول خليه متحنطه، طب ما حصلش حاجه. لا، ما انت لو جيت بقى تبص جوه بط النيوكلياي هتلاقيها disappear. تمام. وفي نفس الوقت there is an increase in cytoplasmic binding of eosine stain leading to increased eosinophilia and red pink coloration. ده ما انت شايفين عندي كده. فلما يجي لك السؤال دي في الامتحان، ده كواجلاتيف نيكروزس، كواجلاتيف نيكروزس، يبقى ديت تيشو متحنط، تيشو متحنط. ماشي. طب انش حصل خلاص، ده هو تيشو متحنط بس عديم الفائده، عديم الوظيفه، آم، عشان الخليه تعبانه، مفيش فيها نيوكليوس. تمام. طب عندي بعد كده اللاكويفاكتيف. اللاكويفاكتيف ده اشهر حاجه ليه الابسس. اللاكويفاكشن ده لاكويفاكشن التيشو بقى سائل. التيشو عندي بقى سائل، فما عادش فيه اصلا شكل لاي حاجه يعني. فيقول لك ايه؟ ال early cellular debris and macrophages are observed late. يقول لك cytotic spaces and cavitation develop. sorry cystic spaces و cavitation develop. ماشي. فانا عندي البكتيريال ابسس والسي ان اس انفراكت، يعني اي حاجه تحصل في البرين هو هيبقى لاكويفاكتيف. اي ابسس هيحصل في البرين في البرين لاكويفاكتيف. الابسس اللي بيحصل في اي حته في الجسم لاكويفاكتيف. هو ده انهي نوع من انواع الجرانيلوما؟ ممكن ده يبقى انهي نوع من انواع الجرانيلوما؟ حد عايز يقول لي انهي نوع من انواع الجرانيلوما؟ انهي نوع من انواع الجرانيلوما؟ كازيتنج جرانيلوما. كازيتنج جرانيلوما. ماشي. كازيشن لاكويفاكشن. تمام. فانا في البدايه خلاص الانفلاميشن اللي هيحصل هيؤدي لان جوه الخليه خلاص بدا يحصل تدمير، والماكروفاجز هتبقى موجوده، بس بعد كده الماكروفاجز هتشيل كل حاجه. فبالتالي هيبقى عندي سيستيك سبيس، او هيبقى عندي ايه؟ كافيتي، زي ما بيحصل في التي بي. تمام. طب هو ده حصل ليه؟ شايف حضرتك اطلقت ميه النار على مكان التيشو ده، جبت قمت نيتروفيل ريليز لايزومال انزيم اللي هتعمل دايجيشن للتيشو ده. طيب عندي بعد كده الكازيوس نيكروزس، ده يعني يلخبط شويه في ما بينه وبين اللاكوفاكتيف. هو نفس اللاكوفاكتيف بالظبط، ولكن هو بيحصل فيه تيشو مختلف، يعني اللي بيحصل في التي بي كازيوس نيكروزس. تمام. هو نفس فكره اللاكوفاكتيف، بس هو زي ما قلت اختلاف تيشو. تمام. فمثلا عندي كازيوس نيكروزس ده برضه كازيشن اللي هي كازيتنج جرانيلوم. التي بي سيستميك فانجاي زي هيستوبلازما كابسيوليتوم نوكارديا اسبرجلوسس، دي كلها طبعا هتعمل ايه؟ هتعمل كاسيتنج جرانيلوما يعني. فالماكروفاجز انكابسوليتد ذا infecting microorganism resulting in formation of granular debris. ماشي. سوري. فبيتقال عليها ايه؟ كاسيتنج جرانيلوما. هيحصل عندي ايه؟ في التي بي. Fragmented cells and debris are encircled by lymphocytes and macrophages forming granuloma. لسه عندي شويه، يعني انا ما خلصتش بشكل كامل عشان فرق عن اللاكوفاكت، ما خلصتش بشكل كامل من كل السيلر اورجانيز السيلر ديبرس اللي موجوده. بس انا عامل لها، يعني انا دايما بقول ايه؟ الجسم بيتعامل مع الحاجه اللي هو مش قادر عليها ان هو يحوطها بسياج. هو ده اللي بيحصل في الكازيتنج جرانيولوم. تمام. يقول لك ده جروس ابييرنس سمبل تشيز. طب في اللاكوفاكتيف مفيش حاجه اصلا، في سيستيك سبيس، في كافيتي.
في كافيتي. طب الفات نيكروزس لازم تفتكر التروماتيك بريست انجري، تروماتيك بريست انجري. ولازم تفتكر البنكرياتيك او البنكرياتايتس. تمام. نوع النيكروزس اللي بيحصل في البنكرياس هو فات نيكروزس. بيحصل حاجه اسمها سابونيفيكيشن. سابونيفيكيشن يبقى انزيماتيك كوز، انزيماتيك كوز في اكيوت بنكرياتايتس فولف سابونيفيكيشن، عمليه التصبن. هو الصابون عباره عن ايه؟ عباره عن دهون وكالسيوم، هو ده اللي بيحصل في البنكرياس. تمام. اوف بري بانكرياتيك فات. نون انزيماتيك كوز such as traumatic injury زي ايه؟ البريست تيشو. في كيس مشهوره جدا، كيس مشهوره جدا في الفات نيكروزس، ان يجي لك في ميل يقول لك دي جات تشتكي من بريست ماس او بريست بين. تمام. وبتيجي تعمل لها اكزامينيشن وتعمل شويه ماموجرام بتاعك، تلاقي ايه؟ فات نيكروزس، في حته كالسيفايد وفي حته فيها ايه؟ نيكروزس في في البريست. تيجي تسالها يقول لك ان هي مش فاكره ان هي تعرضت للتروما. فالحته هنا في السؤال ايه؟ ان التروما doesn't need to be mentioned. التروما doesn't need to be mentioned. doesn't need to be mentioned. تمام. طيب عندي بعد كده يقول لك 3 when pancreatic cells are damaged they release lipase, an enzyme that break down triglyceride into fatty acids. تمام. This liberate fatty acids then bind with calcium ions. فاهمني؟ فهيعمل سبونيفيكيشن. تمام. طبعا لما ده يوصل لعمليه سبونيفيكيشن دي حاجه خطيره جدا باي ذا واي. طيب the outline of dead fat cell are visible without peripheral nuclei. Saponification of fat combined with calcium ion present as dark blue coloration في الهيماتوكسلين واليوسينستين. طب ندخل بعد كده في الفيبرينويد نيكروزس. ده بيحصل في يقول لك البلاد فيسل اميون فاسكولار ريسبونس. اميون فاسكولار ريسبونس او نون اميون ريسبونس زي الهايبرتنسيف كرايسيس او البريكلامسيا. ده بيحصل في البلاد فيسل بشكل عام. ده بيحصل في البلاد فيسل، بيحصل في البلاد فيسل. بيحصل يقول لك اميون كومبلكس اكيوميليشن تايب 3. على فكره بتسال في الامتحان تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تمام. في الباثوجينيسيس في الاسيسكلوز في الكارديولوجي. في الباثوجينيسيس في الاسيسكلوز في الكارديولوجي ذاكروا. The vessel will contain an eosinophilic layer composed of proteinaceous material. طب اخر حاجه صح كده ولا ايه؟ الجانجرينوس نيكروزيس. وده بيحصل نتيجه اسكيميا. وده بيحصل في الاكستريميتي في الجاستروستانال تراكت. ممكن يبقى عندي ويت جانجرينوس او لاكويفاكتيف، وده هيؤدي في النهايه لدمج في التيشو، او عندك كواجلاتيف حصل نيكروزيس او حصل جانجرين بس التيشو اتحنط، برضه في النهايه هيؤدي ان التيشو ده يتدمر. الحته هنا السؤال هنا دايما بيجيب لك التيشو اللي حصل فيه دامج، وبعدين يسالك هو ده انهي نوع من انواع النيكروز. تمام. احنا هنكتفي بهذا القدر عشان عارف